كان يا مكان كان في واحد اسمه جوزيف فون. كان شاف النجوم ألوانها غير بعض. سأل نفسه سؤال: ليه؟ راح عمل تلسكوب بنوع معين يخليه يشوف الألوان الطيفية بتاعة النجم، فلقى في اختلاف بس ما كانش فاهم، واتقفل الموضوع. جم جماعة هارفارد دعبسوا في الموضوع وخلوهم أنواع على حسب درجة حرارته من الأشد إلى الأقل: O B A F G K M. وليه بقولك على حسب درجة حرارتهم؟ عشان الألوان الطيفية بتبين درجة حرارة النجم يا نجم. فصيلة الأو دي قليلة جدا جدا، لا جدا، دي نسبتها في النجوم 0.00003 أو 3 عشان نبقى في نفس الدنيا، مش دي في المية. ودرجة حرارتها 30,000 كلفن. فصيلة الام دي بقى المنتشرة، نسبتها 76.5%، ودرجة حرارتها أقل من 3,500 كلفن. طب احنا فين من الحكاية دي؟ احنا في منطقة الجي، درجة حرارتها من 5000 ل6000 كلفن، وعشان نكون دقيقين هي في الجي 2. ليه؟ عشان كل نوع بيتقسم ل10 أرقام، كل ما تزود الدنيا بتبرد. فاحنا كده في الجي 2، ومن 5 ل6 يبقى كده درجة، يبقى درجة حرارة شمسنا 5800 كلفن. تمام. نزود بقى حاجة عشان لو في حد فضائي كده أو كده كان عايز يفهم شمسنا، تعرف تشرح له الشمس بتاعتنا كويس. اسمها G2V. طب ايه هي الفي اللي انت زودتها دي يا ابو سليم؟ دي يا باشا بتوصف مرحلة النجم على طريقة الأرقام اليونانية. الآي يعني ايه؟ يعني عملاق فوق، VII يعني قزم أبيض. والفي يعني نسق أساسي. يعني ايه نسق أساسي؟ اللي هو الطبيعي، يعني اللي بين ده وما بين ده. تمام كده. يلا حبيبي يا أبو سليم، سيب لايكك، ولو مش مصدقني المصادر هتلاقيها تحت.